السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة بنصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. تنساش دعمك للفيديو باللايك عشان خاطر يدعم الفيديو. الحقيقة النهاردة هنتكلم في 3 مواضيع. أول موضوع هنتكلم فيه بنعزي أنفسنا في الحادث الأليم اللي هو بتاع شبرا. الحقيقة حادثة يعني فظيعة، ربنا ما يوريها لحد، ولكن في الأول وفي الآخر كل واحد بياخد نصيبه في الدنيا. الحقيقة أم وبنتها والأربع أولاد. الحادث عبارة عن شاحن موبايلات، والحقيقة أنا مش عارف هو الغلط فين. الغلط في المستوردين اللي بيدخلوا سلعة مش مظبوطة، ولا الغلط فينا إن إحنا بنشتري حاجة رخيصة؟ الغلط أنا من وجهة نظري إنه من ناحيتين. إحنا المفروض الحاجة الرديئة ما تخشش أصلا، وبنفس الوقت الحاجة التانية لما يكون أنا بشتري حاجة زي دي ممكن عمري ينتهي على إيديها، فأنا بصراحة المفروض الواحد يشتري حاجة كويسة. ولكن هو في الأول وفي الآخر قضاء وقدر. الحقيقة ترجع موضوع الحادثة إن حد من الأولاد كان بيشحن الموبايل، وإحنا عارفين طبعا كلنا كده نشحن، نسيب الموبايل بالليل وعلى الشاحن وننام. طبعا ده كان حاطينه على السرير وكده، فالموبايل زي ما تقولوا سخن وولع، وهو لما بيولع يا جماعه كانك مولع بوتاجاز. وطبعا اقرب حاجه له كانت الايه، البطانيه. البطانيه طبعا ولعت، دخنت، عملت خنقه، فطبعا محدش، كله طبعا اتخنق من قبل الولعه. يعني الدخانه خنقت الكل قبل الولعه. طبعا ربنا يرحمهم ويتغمدهم برحمته ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته. وكل اللي بيسمع دلوقتي الفيديو يدعي لهم ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم. تاني حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهو موضوع اسماعيل الليثي. الحقيقة النهاردة عندنا اخبار حصرية بالنسبة لاسماعيل الليثي من قلب المستشفى ذات نفسها. اسماعيل الليثي طبعا اللي ما يعرفش ان هو امبارح عمل حادثة لما كان في فرح في أسيوط، وسبحان الله وهو في الفرح كان مستعجل جدا عايز يمشي عشان يروح يلحق النمرة التانية، ولكن هو ملحقهاش، هو كان رايح لقضاء. الحقيقة شهود عيان بيقولوا إنه هو كان ماشي بسرعة جنونية، وإنه هو سبب الحادثة والكلام ده كله، ولكن لحد دلوقتي لسه محدش عارف الأخبار فين، أولها إيه وآخرها إيه. نرجع لموضوع الحالة الصحية لإسماعيل الليثي. مدير اعماله بيقول ان اسماعيل الليثي عنده كسر في الجمجمه، وعنده كسر في الوجه، عنده كسر في الوجه، وكسر في اسفل الجمجمه، كسر في اسفل الجمجمه، وان الحاله حرجه جدا، ان الحاله حرجه جدا. وفي ناس طلعت تانية وبتقول لا ده هو الحاله مستقره والحاله ماشي الحال، وان الامور كويسه، وان هو دلوقتي اتنقل من مكان راح لمكان. ولكن الأقاويل الأكيدة إن حالة إسماعيل الليثي حالة خطر. الحقيقة في برضه حد تاني من المقربين لإسماعيل الليثي كان في اتصال ما بيننا وما بينه، وقال إن إسماعيل الحالة فعلا يا جماعة خطر، وإنه هو ما زال الخطر موجود. فمحدش يعني لا يزايد ان اسماعيل لا قدر الله توفى، لا اسماعيل كويس، ولكن الحالة خطرة جدا جدا جدا. وكلهم بيقولوا ان الساعات اللي جاية لو مرت على خير ممكن ان شاء الله باذن الله الامور تبقى بتاعت اسماعيل مستقرة. الحاجة الثالثة اللي هنتكلم فيها وهي وفاة ابو محمد رمضان رحمة الله عليه. الحقيقة موضوع الدفنة والجنازة كان فيه حاجات كتير غريبة ومريبة. تحس ان محمد رمضان برضو مش عارف، سبحان الله، عنده، تحس انه عنده هوس موضوع الشهرة ده، وعنده موضوع السوشيال ميديا، وعنده موضوع الفرقعة، وعنده موضوع يعني الناس تبقى ماشية. ده الاب رحمة الله عليه يعني كان الله يرحمه والناس كلها بتشكر فيه وبيقولوا ده راجل محترم جدا وراجل خلوق، والحقيقة كان باين عليه وباين يعني علامة الصلاة كانت في وجهه. الحقيقة كان الله يرحمه بيقول لك كان من زوار المساجد، وان هو يعني كان من اخر ايامه كان نفسه يحج، والحمد لله ان ربنا كرمه، وكان من الناس اللي بتقعد تقرا قرآن كل يوم. ولكن محمد برضه كالعاده للاسف برضه بيحب الفرقعه الاعلاميه.
الناس ماشيه في الجنازه وهو برضو ايه، واحد ماشي يصوره من اللي هم بيصوروه وينزلوا له على شغله، وهو بيضحك وباين انه بيضحك. حتى الطريقه اللي هو يعني مش لازما النبات دي تبقى انت حالق الحلقه اللي انت حالقها دي، يعني حتى بصرف النظر الموقف ذات نفسه مش كويس. يعني حتى لو انت النهارده دي حلقتك، احلقها يا راجل واحلق حاجه عدله او الكلام ده كله، عشان في الاول وفي الاخر انت في جنازه، وانت في موقف في الاول وفي الاخر بتنحسب على، يعني كل تصرفاتك بتنحسب عليه. الحقيقه محمد رمضان غريب غريب غريب، تصرفاته غريبه حتى في المواقف اللي هي يعني المفروض ان هي مستدعيه ان الواحد يبقى عنده تقدروا تقول تماسك، عنده تقدروا قدوه. انما الحقيقه انا مش عارف. وطبعا زي ما انتم عارفين ان محمد رمضان انحكم عليه بسنتين 2 سجن، ولكن في الاول وفي الاخر لسه بيقول لك ان الموضوع لسه تحت التنفيذ، والله اعلم. عامه لو الفيديو عجبك اشكرك، لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.